الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي اكيد سمعوا عن حاجه اسمها اوتوميشن، واكيد سمعنا عن حاجه اسمها ان وعن زابير وعن ميك وعن تولز كتير جدا بتقدم لي شغل اوتوميشن. فانا النهارده في الفيديو ده هتكلم معاك تحديدا على اشهر الادوات اللي بتعمل لي اوتوميشن هو ان. ولكن معظم الناس فاكره ان عشان تتعلم ان لازم ادفع فلوس في هوست يبتدي ان انا اسطب عليه ان سواء هوستنجر. طبعا الكلام هنا مش على هوستنجر بالتحديد، اي هوست بيقدم لي خدمه ان او ان انا اسطب عليه ان. ففي الفيديو ده انا جاي اوضح لك حاجه مهمه، انك انت تقدر تتعلم ان بدون ما تدفع ولا جنيه حرفيا. تقدر انك انت تسطبه عندك على الجهاز، وتقدر انك انت تشتغل عليه كمان فور فري مدى الحياه. ايوه زي ما بقول لك كده بالظبط، مدى الحياه. فتابع معايا الفيديو. فلو انت مهتم بالانيميشن الفيديو ده ليك. فهنروح للانترو ونرجع تاني، يلا بينا. ورجعنا لكم مره تانية، وفي الفيديو ده زي ما قلنا ان احنا هنتعلم ازاي نسطب ان عندنا على الجهاز بحيث ان هو يكون بشكل فري تماما. طيب رقم واحد، انا لازم اتاكد يا جماعه من وجود حاجه اسمها نود جي اس عندي على الجهاز. طيب اتاكد منين؟ اول حاجه، انا لو عارف ان هي اصلا مش عندي هبدا ان انا ادخل على جوجل عادي جدا، هقول له هنا نود جي اس داونلود اهو بالشكل ده كده، واقول له هنا داونلود نود جي اس، وابدا اقول له هنا ويندوز. خلاص تمام اهوت، وابدا ان انا اعمل داونلود زد اي بي بشكل طبيعي جدا. ولما تنزل معايا هبدا ان انا هعمل نيكست 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 زي اي برنامج بيتسطب عندك على الويندوز تماما، مفيش اي اختلاف. طيب انا طبعا عشان مسطبها عندي، اعرف منين يا جماعه ان انا مسطبها عندي ولا لا؟ لو انت جيت دخلت على قائمه ويندوز من هنا، وجيت سرشت على حاجه اسمها سي ام دي، تمام، اللي هو الكوماند برومبت، تمام، هيفتح معاك الشاشه السوداء دي. هبدا ان انا بكل بساطه هكتب بس كده كلمه نود مسافه داش في. لو هي متسطبه عندي هيديني الفيرجن بتاعه النود جي اس اللي موجوده عندي. طب هي لو مش متسطبه، هو اصلا هيقول لك ان النود دي نوت فاوند، هو مش لاقيها او هو مش متعرف عليها. هبدا ان انا اضغط انتر، فعلا ادانا هون فيرجن 20.11.1، يبقى انا كده فعلا يا جماعه مسطب النود جي اس عندي. طيب رقم اتنين، هبدا ان انا دلوقتي يا جماعه اسطب ان. طيب لو انا جيت دلوقتي، خلينا ندي مثلا اختبار كده، تيست بسيط. لو انا جيت قلت له ان بالشكل ده كده، وقمت جاي ضاغط انتر، هيقول لي هنا ان ان مش لاقيها او هو مش متعرف عليها. طيب علشان خاطر بقى نسطب ان يا جماعه، هقول له طبعا هنا كده سي ان اس عشان يفضي الدنيا دي كده، وهبدا ان انا اقول له بكل بساطه هذا الكود بسيط جدا جدا جدا، تمام. هقول له هنا ام بي ام، وهسيب لك الكود ده ان شاء الله في الديسكربشن. هقول له هنا ام بي ام انستول داش جي يا جماعه اللي هي جلوبال على مستوى الماشين بتاعي، واقول له هنا ان يعني باختصار معنى الكود ده ان انا عايز اسطب ان عندي على الجهاز، تمام. طيب مين المسؤول عن التسطيب ده؟ اللي هو النود باكج مانجر، اللي هو النود جي اس اللي احنا هننزله ونسطبه على الجهاز ان ما كانش متسطب. طيب وابدا ان انا هضغط انتر، هيبدا معايا زي ما احنا شايفين يا جماعه، يبدا يعمل انستوليشن لجميع الباكجز اللي هتشغل ان عندي على الجهاز دلوقتي. طبعا بما ان هو هياخد وقت طبعا في التنزيل يا جماعه، وعلى حسب طبعا انترنت كل واحد فينا، هبدا هوقف انا الفيديو دلوقتي، ولما ينتهي باذن الله نرجع نكمل الفيديو. طيب يا جماعه، انا كان ظهر معايا مشكله كده، مشكله فيرجن في النود جي اس. انا مسحت النود جي اس اللي عندي وسطبت النود اللي هي 18.17 علشان خاطر هو بيقبل، يعني حصل معايا بس مشكله وانا سرشت عليها. فالمهم ان انا سطبت بس فيرجن معين من النود جي اس، وكمان سطبت ان هو ان او الجلوبال ان الفيرجن 1.80.0، تمام. طبعا انا هسيب لك الكوماند لاين ده في الديسكريبشن. فقصتنا دلوقتي، انا لما انا جيت
سطبت خلاص الفيرجن بتاعي اللي هو ال 18.17 واديته الكوماند لاين اللي انا بنتكلم عنه من شويه، وهسيبه لكم في الديسكريبشن ده. مفيش مشكله تمام حصلت معايا. وادي عمل ايه يا جماعه؟ عمل انستوليشن للباكج بتاعه ان ات ان وزي ما احنا ما شايفين. تمام. اول ما انت ما توصل للمرحله دي كده شكرا. تمام. خلينا نفتح هنا ان الجزئيه ديت كده. تمام. او عادي ممكن اخرج وافتحه مره تانية، ما فيش اشكال. بس انا عايز اتاكد بس معاكم ان النود اللي عندي بقت ان الفيرجن بتاعها 18.17 بالظبط كده يا جماعه، 18.17. طيب انا دلوقتي هعمل ايه يا جماعه؟ هبدا بعد ما انا عملت خلاص انستليشن لان ات ان، هبدا اقول له ان ات ان نفس الكوماند لاين اللي كتبناه في اول مره، ولكن هنشوف المره دي هل هو هيدينا فعلا ايرور ولا هل هيدينا ايرور ولا هيشتغل معايا. طيب خلينا نكتب هنا ان ات ان، ادي ان ات ان بالشكل ده، وهبدا اضغط انتر. وتعالوا نشوف هيبدا يطلع معايا ايه. هو بيقول لك يوزر سيتنج انكلودد فروم كذا كذا كذا، وانيشاليزيشن بتاع الان ات ان بروسيس، وبيبدا ان هو يظبط البورت بتاعي بتاع الان ات ان عندي على الجهاز. وبالفعل يا جماعه بيديني هنا البورت اللي احنا شايفينه ده اللي هو اتش تي تي بي لوكال هوست 5678. طيب خلينا ناخد البورت ده كده كوبي، وتعالوا نفتحه هنا، وهبدا اعمله بيست بالشكل ده، وهنشوفه هيفتح معانا ايه. لو تلاحظ معايا بالفعل فتح معايا هنا init.io work flow automation، فتح معايا مبروك هنا عن اللوكال هوست يا جماعه، بدون اي هوستنج ولا ادفع فلوس في هوست ولا اي حاجه. وتعلم يا هندسه براحتك. طب ايه الخطوه اللي بعد كده يا هندسه؟ الخطوه اللي بعد كده ان انا هاجي بقى هحط الايميل بتاعي هنا. تعالوا نضيف الايميل بتاعنا، خلينا نجيبه من هنا من جوجل من هنا. تمام. وهبدا ان انا اضيف الايميل بتاعي اهو، وهبدا اقول له هنا الفيرست نيم علي، وهبدا اقول له هنا مثلا اللاست نيم احمد بالشكل ده كده. نتاكد بس التسجيل شغال تمام زي الفل. تمام. وهحط انا هنا مثلا باسورد معين. تمام. وليكن تمام ادي الباسورد بتاعي، وهقول له هنا نيكست. تمام. بعد ما اقول له نيكست بيديني ماشي سيف يا سيدي مش مشكله. بعد ما اقول له نيكست بيديني كده شويه يعني داتا هو طالبها مني. وات بيست ديسكرايبرز كمباني ماشي، سوفت وير يا سيدي، اي كوميرس اللي انت عايزه. هنا حط اديوكيشن، حط اي داتا انت عايزها. تمام. هنا انا البيزنس اونر، حط هنا ماي سيلف، ده انا هستخدمه لنفسي مش تيم ولا حاجه. اختار هنا less than 20 people. وهنا هقول له انا اتعرفت على ان ات ان منين، هقول له مثلا يوتيوب، واقول له هنا جيت ستارت. تمام. طيب هنا ركز بقى في الحته دي لانها مهمه جدا، لانها مهمه جدا. هنا بيقول لي ايه يا جماعه؟ بيقول لي هنا send me a free لاينسز كي. تمام. هو المفروض هيبعت لي لاينسز كي على الايميل ده. لو انت طبعا عايز تغير الايميل ده غيره. تمام. لكن طبعا انا هسيبه زي ما هو عشان يبعت لي على الايميل بتاعي. واقول له هنا send me a free license key. ركز في كلمه احنا ما خدناش بالنا فوق، لو توقف الفيديو مكتوب forever يعني مدى الحياه. هنا بيقول لك يو لاينسز كي كذا كذا كذا. المفروض ان هو بعت لي فعلا يا جماعه على الميل. تعال نشوف فعلا هو كلامه صح ولا لا. تعال نفتح الجيميل ونشوف هل هو فعلا بعت ايميل زي ما هو بيقول ولا لا. فعلا يا جماعه هو in.io بعت لي فعلا ايميل. طيب تعال نفتحه ونقول له هنا اكتيفيت. طبعا انت ممكن تاخده كوبي بيست وتضيفه انت هناك، لكن احنا هنضغط على طول اكتيف لاينسز كي. تمام. وتعالى نشوف هنا هيقول لنا ايه. يا سلام، هنا ادي ماشي يا سيدي. خلاص احنا هنضيفه هنا اكتيف لاينسز كي عشان يفتح لنا الصفحه بتاعت الاكتيف. و مانج بلان انتر هنا ماشي يا عم، ادي الانتر كي ونقول له اكتيف. تمام. حلو قوي. هو المفروض ان هو اكتيفه يا جماعه. هو المفروض لما انا ضغطت على زرار الاكتيف ده هو اكتيفه. حلو الكلام. طب انت ايش عرفك يا باشمهندس ان هو اكتيفه؟ اول حاجه انا لما جيت بدخل اللاينسز كي ده قال لي اكتيفيشن فيلد، واداني كده شويه كلام حلوين. تمام. مش قصتنا بقى دلوقتي، احنا قصتنا ان هو فعلا اكتيفه. طب يا هندسه عرفت منين ان هو اكتيفه؟ ما تيجي نبص هنا كده في الكود. طيب
بيقول لك هنا اللاينسز اس دي كي لاينسز سكسسفولي اكتيفيتد. خدت بالك انت بقى من الحته دي يا هندسه؟ بيقول لك ايه تاني؟ معلش نقراها تاني. لاينسز سكسسفولي اكتيفيتد. اول ما انا ما ضغطت على الزرار ده يا جماعه، الزرار ده هو راح عمل اوتوماتيك على طول اكتف لمين؟ لللاينسز. علشان كده لما انا جيت دخلته تاني هنا هو اداني ايرور وقال لي already been used on this انستنس. هو فعلا تم استخدامه قبل كده وفعلا انت مأكتفه، فانت مش شرط انك انت تدخل ان هو اللاينسز مره تانية. هنا بقى يا جماعه تقدر تستخدم كل الحاجات البرو تمام اللي احنا بنشوفها وعلى اللوكال هوست عندك، والدنيا جميله جدا تمام. طيب ممكن نقول مثلا هنا ادي الاوفر فيو مثلا ستارت فروم سكراتش تمام. هبدا مثلا اقول له هنا ات فيرست ستيب، ابدا طبعا بقى وانا بذاكر بقى والفيديوهات اللي على اليوتيوب وبطبق والكلام الجميل ده، هقول له مثلا يا سيدي اون سكادجولد انا عايز مثلا كل يوم مثلا يا سيدي الساعة 5 اي ام وليكن طبعا احنا يعني بندي بس مثال تمام. هنا تلاقي حاطه حاجه اسمها تريجر، وهتفهم انت يعني ايه تريجر، وهتفهم التريجر ده تقدر بعد كده من خلاله بتعمل بيه ايه والاكشن اللي هيحصل ايه. كل ده تقدر تتعلمه من اليوتيوب او من كورس انت شاريه او من اي حته في الدنيا. هتطبق فين يا باشمهندس؟ هتطبق على ان ام بتاعك الفري تماما اللي هو بعيد عن الهوست وتدفع كل شويه او كل شهر اشتراك هوست او كل سنه اشتراك هوست. طيب خلينا بس يا هندسه اخر حاجه بس قبل ما اقفل معاك، ان انا لو جيت قفلت الجهاز خالص او عملت كنترول سي هنا كده غصب عني تمام، المفروض دلوقتي ان الراجل الطيب ده يفصل معايا. يعني خلونا مثلا نخرج بره الكلام ده ونيجي نعمل ريفرش كده، ادي ريلود اهو يا جماعه. المفروض دلوقتي ده ما يشتغلش معايا فعلا، ده ما اشتغلش معايا. طبعا علشان اشغله مره ثانيه يا هندسه اروح افتح برضو الكوماند لاين بتاعي، وكل اللي انا هعمله ادي الكوماند لاين اهو يا باشمهندس. كل اللي انا هعمله هكتب بس ان وابدا اضغط انتر، هيبدا يشغل لي السيرفر اللوكال بتاعي مره تانية، وابدا ان انا يا باشمهندس اتعامل عليه بكل بساطه. خلونا اهوت بينشاليزيش وبيريدي وبتاع والجو الجميل ده، وفي الاخر يديني اللوكال هوست بتاعي اللي انا طبعا مش حافظه. هاجي هنا اعمل ريفرش، هاجي هنا ادخل على اللوكال هوست على طول اللي انت عايزه، هيشتغل معاك طول ما السيرفر ده يا جماعه شغال معاك. لو السيرفر ده وقف طبعا الويب سايت او اللوكال عندك هيقف، ولو جيت كتبت كوماند ان تاني هيشتغل معاك. ما تنسوش سبسكرايب للقناه. هنبدا ان شاء الله نكمل كورس وورد بريس ديفلوبر ان احنا كنا بدأناه، نبدا ان شاء الله نكمله. هنشتغل اليمنتور، هنشتغل ثيم كاستم، هنشتغل حاجات كتير، وهنبدا ان شاء الله الفتره الجايه ننزل فيديوهات تعليميه كتير جدا باذن الله. دعواتكم بالاستمرار. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.